السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة ودايما في محبة كده هوت وفي صفاء وفي صحة وعافية. النهارده هنعمل أكلة حلوة أوي أوي أوي، اللي هي المسقعة. طبعا احنا عارفين ان الميزانية الاقتصادية في آخر الشهر بتبقى على آخرها، فبنحاول. أي نعم هي مش اقتصادية أوي، يعني طبعا فيها مكونات وحاجات وكده هوت، فبس هي طبعا بتبقى أسهل من حاجة تانية. هنعمل ايه بقى؟ المسقعة الجميلة السهلة البسيطة دي. أنا عندي هنا كيلو من البتنجان. انا قطعته طرنشات زي كده هوت، وحابه تقطعيه مكعبات قطعيه، ده بيرجع لك انت. ومعايا الفلفل الجميل ده، ومعايا حوالي بطاطستين قطعتهم صوابع بالشكل ده. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنحمرهم كويس قوي، ويعني مش قوي، يعني هنحمرهم تحميره بسيطه كده، على اساس ان احنا هنحطهم على المسقعه. دي مسقعه بالبطاطس والبتنجان والفلفل يا جماعه، زي ما انتم عارفين. عندي هنا فصين من التوم، جبت الصينيه البايركس بتاعتي وقطعت فصين، حطيت كده فصين توم في الهراسه بتاعتي كده اهوت، وعملتهم بالشكل دوت على ندعه زيت بسيطه، علشان طبعا بتبقى المسقعه بعض الاوقات شاربه زيت شويه. انا حاولت على قدر المستطاع ان لما قطعت البتنجان رشيت عليه معلقتين من الملح. ده يا جماعه بينزل الميه بتاعته اللي هي بتشرب الزيت. وبعد كده ببتدي بسيبها لمده مثلا نص ساعه، ساعه بالكتير قوي، لغايه لما اجي اعمل الاكله بتاعتي. تمام. هحمرهم بالشكل دوت معاكم، وهوريكم اعمل فيها ايه. تمام. احنا طبعا هنا هوت في قناه اسرار المطبخ مع اروى. لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي يا ريت تدعموني وبلايك بقى او شير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. هنحمر التوميه بتاعتي كده اهو بطريقه جميله، واحط عليها رشه كده اهو من الكزبره الناشفه، تديها ريحه جميله جدا وتحفه. اعملوها بالطريقه دي يا جماعه، هتلاقوها طعمها جميل جدا، وكانت مفحفحه وماليه البيت ريحه جميله جدا، وطعمها كان اكتر من رائع. تمام. احمر معاكم الطوميه بالشكل ده كويس كده. نحمرها لغايه لما تجيني باللون الاصفر اللي هتشوفوه دلوقتي كده تحمير. وهضيف عليها معلقه من الخل. بتديها ريحه جميله جدا وطشه حلوه قوي. وطعم جميل جدا للمسقعه بتاعتي كده يا جماعه، بالشكل ده. طبعا مفحفحة ومخلية ريحة البيت ايه خطيرة. كانت أكلة جميلة وسهلة وبسيطة وعلى قد الإيد. تمام. أنا عندي نهوت قوطة كانت معصورة عندي في التلاجة، وبرضو مش هكتفي بالحبة دول، ده أنا هحط تاني، إن أنا أولادي بتحبها بالقوطة الزيادة. تمام. عندي هنا هو دورق من الطماطم المعصورة، أحطها كده لغاية لما أحس إن خلاص أنا مش محتاجة طماطم تاني. كده حلو قوي. هقلبها كويس واغطيها بقى لغايه لما تتسبك نص تسبيكه. عندي مش بسبكها يا جماعه تسبيكه جامده. معايا رشه ملح بقى، رشه فلفل اسمر، رشه بهارات السبع بهار، ورشه كمون. تمام. ادي رشه الكمون، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت رشه رشه بقى معلقه او معلقه صغيره على حسب ايه احتاجك انت للملح. وادي رشه من السبع بهار اللي انا بحطها. تمام كده يا جماعة. وادي معلقة من السكر علشان الحموضة بتاعت المسقعة، كفاية هي أصلا بتعمل حموضة، فأنا علشان أعادل الطعم بتاعها بحط معلقة صغيرة من السكر. وأقلب بالشكل ده كده معاكم، وأبتدي أرجع تاني للبطاطس بتاعتي وأشوفها حصل فيها إيه. أهي بصوا، أنا لا حمرتها قوي ولا سبتها بيضة، أنا حباها كده. هطلعها كده بالشكل ده، وأبتدي بقى إيه أقلب البتنجان بتاعي واحدة واحدة معاكم. مفيش اسهل يا جماعه ولا اطعم ولا انضف من كده. ادي كده البتنجان بتاعي اهو، ابتديت حاططه اهو، ابتديت احطه واحده واحده لغايه لما اخلص الكميه بتاعتي. اجيب بقى مصفى كده عشان احاول على قد ما اقدر اصفي الزيت اللي فيه. انا مش عايزاه تبقى زيت كده هو كتير وتتعبني وتتعب الاولاد، فانا بحط مصفى كده تحتيها طبق واطلع عليها البتنجان بتاعه كله بقى والفلفل وكله. تمام. تمام. نيجي بقى للتسبيكه بتاعتي. لازم ابص عليها كل شويه كده اشوفها وصلت لغايه فين. انا مش عايز اسبكها التسبيكه الكامله، انا عايزه ايه نص تسبيكه كده، بحيث ان انا لسه احط على البتنجان والحاجات بتاعتي كلها واحطها في الفرن تاني. كده اخر طاسه معايا من البتنجان، احط معايا الفلفل بالشكل ده.
تمام. لو وصلنا هنا بقى لغايه هنا بقى وعجبكم الفيديو، ما تنسونوش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مع اسرار المطبخ مع اروى. تمام. اقلب بقى الفلفل كده، خلاص خلصت الاكل بتاعي. ابتدي بقى ايه، ان انا اطلع اخد نص الخلطه اللي انا عملتها دي في طبق. ليه؟ هوريكم دلوقتي هعمل ايه. ابتدي بقى ارص عندي ان هو البتنجان بعد ما قليته واحده واحده كده بشكل جميل. يعني طبعا احنا زي ما احنا عارفين العين بتاكل قبل البق. ف... فايه فانا هرصهم بالشكل ده كده معاكم. ارص البتنجان بتاعي كده لغايه لما اخلصه خالص. تمام. بالشكل ده طبعا، ولا اروع من كده ولا انضف من كده. وحاجه بسيطه وسهله وبتدفي البيت في الاكلات، من الاكلات الشتويه يا جماعه بتاعت الشتا دي، اللي هي بجانب العدس والكشري والحاجات دي كلها، المسقعه الجميله البيت النظيفه اللي بتعمليها بطريقه نظيفه. طبعا البطاطس بتاعتي رصيتها كده على الوش زي ما انتم شايفين. ابتدي ارص معاكم الفلفل بتاعي كده. الفلفل ده يا جماعه كنار، لو مش حابه تعملي فلفل حراق بلاش خالص. تمام كده. ابتدي بقى اجيب الجزء بتاعي اللي انا سبته، اللي انا شلته في الطبق، وارشه كده على وش الصينيه من فوق، او على وش الاكله كده من فوق، علشان يبقى عندي حشو. يعني انا بعتبر ان انا حطيت البتنجان والفلفل والبطاطس من النص كده بحيث انها حشو، واحطها في الفرن لمده نص ساعه تعمل المنظر الجميل ده وتاخد التحميصه الحلوه دي، مع بقى جرجير فجل تبع مشهياتك انت وحاجاتك اللي بتحبيها. ايه رايكم في جماعه في الاكله الجميله دي بقى؟ جميله وسهله وبسيطه وعلى قد الايد. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. معلش يا جماعه، والسبسكرايب عشان يوصلوك كل جديد. ويا ريت بقى تدعوا لي بصلاح الحال ونيه كده هوت، بان احنا كلنا نبقى كويسين والحمد لله، ويبارك لنا في اولادنا وفي اعمارنا، ويبارك لنا في حياتنا كلها. ما شاء الله. بصوا يا جماعه عامله ازاي تحفه. في ناس بتحب تعملها باللحمه المفرومه، لكن انا بحبها كده، بحيث ان انا كده باكل مسقعه. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونوش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.